السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهاردة سهلة جدا وسريعة وحبيبة الجماهير وكل اللي بيعشقها كبير وصغير، طبعا مع اختلاف الحشوات دي على حسب الذوق يعني. تمام. هنعمل النهاردة البيتزا. انا عملتها باللحمة، احنا بنحبها عامة باللحمة وساعات بنحبها اللي هي المارجريتا اللي هي بتبقى ميكس جبن دي، بس انا ما كانش عندي ميكس الجبن، كان عندي جبنة موتزاريلا بس. عملت باللحمة. تمام. انا لما باجي اعمل بالنسبة لعيلتي انا بعمل 3 كوبايات دي للعجينة. دي بتعمل معايا صينيتين حلوين بيقضونا. تمام. انتي بقى تكتري تقللي، دي على حسب عدد افراد الاسرة والناس اللي هتاكل، يعني عايزة قد ايه. تمام. فانا حطيت 3 كوبايات من الدقيق، بحط لها معلقه من الزعتر، بتخلي ريحه العجينه وطعمها تحفه 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 بجد، كانك قاعده مش في مطعم بتاع بيتزا، في ايطاليا ذات نفسها. تمام. المهم حطيت رشه من الملح ومعلقه من السكر وكيس من الخميره، وقلبتهم كده مع بعض. ممكن تعجني بزبادي، ممكن تعجني برايب، ممكن تعجني بلبن، ممكن تعجني بميه، اللي موجود عندك اعجني بيه. تمام. هو بس الفرق ما بين الحاجات اللي انا بقولكوا عليها دي ان هي يعني بتغني الطعم شوية، اللي هو بتخليه غني طبعا. المية بتختلف غير اللبن. غير الزبادي بطريها جدا جدا جدا، بس هي تطلع معايا طرية وان شاء الله باذن الله، وهوريها لكم في اخر الفيديو تبقى عامله ازاي. انا هنا عجنت بميه بس، قلبت بس المكونات الجافه مع بعض، وبدأت واحدة واحدة انزل بالمية بتاعتي عشان ما ازودش نسبة المية تكون اكتر من الدقيق، وساعتها دي ممكن تكون مشكلة عندي. تمام. لو انا ما عنديش دقيق تاني يعني. فانا بدأت ان انا انزل بالمية اهو بالشكل ده واحدة واحدة. انا مش بعاير المية وما اقدرش اقولك مقدار مية او المادة السائلة اللي انا بعجن بيها اي مخبوزات، لان كل دقيق بيختلف من مكان لمكان. انا ذات نفسي اوقات بجيب دقيق بيشرب معايا، يعني عارفة مثلا الوصفة دي بتاخد كوباية مية او كوباية لبن، الاقيها خدت اكتر. ليه؟ لان في دقيق بيشرب وفي دقيق ما بيشربش. تمام. فضلت بقى اصب لها لحد ما عجنتها، ودهنت الطبق بتاعي بالزيت ومن فوق بزيت، وغطيتها وسبتها ايه علشان تخمر. قلت اجهز الحشوه بتاعتي هعمل ايه؟ طبعا لحمه. حطيت كده معلقه من السمنه، حطيت فيها بصلايه صغيره كده، على قد كميه اللحمه اللي انا هعملها، وبدات بقى ان انا ايه اقلبها بقى بالشكل ده. تمام. في حاجه هنا، انت دلوقتي بتعملي البصل وبتحطي عليه اللحمه، بتعملي عصاج عادي. طبعا بتحطي في البيتزا خضار، فلفل وطماطم الخضار الموجود عندك. تمام. فانا اوقات بحط على اللحمه يعني يبقى خلاصه مره واحده كده، واوقات بخلي الخضار لوحده، فدي على حسب الرغبه برضو. ممكن تخليه اللي هو بيبقى يعني مش متضاف على النار، او تضيفيه على اللحمه بيبقى ايه حاطه مره واحده، دي على حسب اللي يريحك. انا وقتها كنت مستعجله لاني كنت عامله روتين، لما كنت مشقلبه الاوضه على القناه التانية، يوميات ام اياد وشاديه. روح على القناه التانية هتشوفوا الروتين ده. فاليوم دوت انا عملت فيه اللهم صل على النبي، عملت فيه البيتزا. كانت سهله بالنسبه لي وسريعه، لاني كنت طول اليوم بقلب في الاوضه بقى، نقلت الدولاب ونقلت كل حاجه من مكانها يعني. تمام. فانتوا لو عايزين تشوفوا الفيديو كامل الروتين كامل، روحوا على القناه التانية يوميات ام اياد وشاديه، هتلاقوا الروتين دوت. تمام. فانا عملت بقى عصقت اللحمه زي ما انتوا شفتوا كده معايا. التوابل اللي حطيتها ايه؟ حطيت ملح وفلفل وجوز الطيب وتوابل لحمه ورشه من القرفه. دي التوابل اللي انا بحطها في البيتزا بتاعتي، ما بحطش اكتر من كده. العجينه بسم الله ما شاء الله تبارك الله اختمرت معايا اهي وبقت زي الفل. هبدا بقى، انا عندي هنا طبعا هعمل صينيتين، فانا دهنت الصينيتين من الزيت ونزلت العجينه كلها ولميتها من الطبق كده ونزلتها، وبعد كده ايه بدات ان انا ايه اقسمها، احط لكل صينيه على قد مقدارها، ان في صينيه كانت كبيره وصينيه كانت متوسطه. انا بقى بفرد بايدي بقى. طبعا هي انت ممكن تفرديها على المطبخ بتاعك او على صينيه بدقيق، لكن انا بستسهلها كده ايه بعملها ايه اللهم صل على النبي، بعملها بالزيت كده كده، ببقى دهن الصينيه زيت. فانا بروح فردها بايدي كده، بتطلع معايا ما شاء الله تبارك الله زي ما انتم شايفين كده. فردت الصينيتين زي ما انتم شايفين، وبعد كده جبت الشوكه وبدات ان انا اغرز العجينه بتاعتي علشان ما تنتفخش معايا في الفرن وما تبقاش بيتزا، تبقى قرص. لا كده يبقى مش هيبقى كده، مش هيبقى البيتزا اللي احنا عايزينها زي بتاع بره بالظبط. تمام. عندي هنا الصلصه بتاعتي جاهزه كانت في الفريزر. انا بعمل كميه صلصه بشيلها في الفريزر، عباره عن ايه؟ بصلايه، فلفلايه، طماطميتين، فصين من الثوم، بحطهم على النار مع فنجان من الميه كده صغير صغير خالص،
وبسيبهم. التوابل بحطها ايه، بحط ملح وبحط زعتر معاها وبحط فلفل اسود وبس. دي التوابل اللي انا بعمل بيها الصلصه بتاعتي. وبعد كده بعد ما بتستوي بضربها في الخلاط بس. تمام كده. دي الصلصه بتاعت البيتزا. بعد ما دهنت العجينه بتاعتي صلصه البيتزا اللي انا كنت محضراها قبل كده، حطيت الحشوه بتاعتي الجبنه، اللهم صل على النبي، اللحمه اللي انا كنت معصجاها معاكم. وبعد كده حطيت الجبنه الموتزاريلا زي ما انتم شايفين كده. وما كانش عندي زيتون مخلي، انا خليت زيتون كان عندي وقطعته بالشكل دوت وبدات ان انا احطه. احنا ما بنعطلش، الجيش قالك اتصرف وانا اتصرفت. بدات احط الزيتون زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وحطيتها في الفرن بالظبط ربع ساعه. كانت جاهزه معايا ومستويه وبسم الله ما شاء الله، كانت جميله وتحفه جدا. ديت بقى البيتزا بتاعتي بعد ما طلعتها زي ما انتم شايفين. طبعا جوزي اللي بيقطع وانا اللي بصور، تمام، عشان ما حدش يقول لي اي تعليق يعني، تمام. فبدا يقطع كده وانا بقيت اصوره. هتشوفوا معايا بقى ايه البيتزا لما يطلعها، هتشوفوا العجينه قد ايه هشه وقد ايه جميله ورقيقه زي بتاعه بره. وكان طعمها بجد بصراحه كان طعمها جميل وحلو الحمد لله يعني. ما كانش طعمها مختلف خالص ولا كروته ولا الكلام ده خالص، كان طعمها جميل الحمد لله. اكلناها بالهنا والشفا على اللي اكل منها. هوريكم بقى دلوقتي الجبنه بقى بتمط ازاي وشكلها تحفه. جربوا الوصفه دي هتعجبكم جدا، واتمنى الاشتراك والتفاعل مع قناتي واللايك يا بنات، هو اللي بيرفع الفيديوهات عندي. بعد اذنكم لو عجبك الفيديو دوسي لايك. بصوا بقى هو هيبدا بقى يطلع لنا بقى ايه قطع كده من البيتزا اهو. شايفين بقى رقيقه بقى ازاي، عشان احنا ايه قطعناها بالشوكه عشان ما تنتفخش معايا. بدأ بقى ان هو يقطعها. بصوا الجبنه بتمط ازاي. اشوفك على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.